عمل 3 جوان في ربع ساعه، طق طق. شايفه اتظلم في الاهلي؟ طبعا حسين شحات مظلوم في الاهلي. طبيعي ان صفقات النادي الاهلي ياخد الدوري من الدور الاول. احمد رغم الصفقات اللي عملها نادي الزمالك بفلوس يعني بادجت معقول شويه، شايفها افضل من الصفقات اللي عملها النادي الاهلي بملايين. كاسماء لا، كارقام كاسماء الطبيعي ان صفقات النادي الاهلي ياخد الدوري من الدور الاول على الاسماء والارقام اللي دفعت هناك، الفلوس والاسماء الكبيره والميزانيه والبادجت اللي دفع. الناحيه الثانيه الزمالك ما دفعش 2 جنيه ونص وجاب لعيبه محدش يعرفها، راكب الدوري عامل ماتشات كويسه قوي قوي، باستثناء ماتش دجله ده كان زمانهم راكبين فرق كبير. فالدليل ايه؟ النتائج في الدوري بتقول ايه. والكوره تتفرج على الزمالك تستمتع تتفرج. يعني الاهلي كسب سيراميكا الماتش اللي فات، الناس تقول لك الاهلي عمل حاجه واحده بس من اللي كان بيعملها زمان، الضغط. بس كان بيضغط حلو قوي، بس ما عملش حاجه خالص في الكوره غير الضغط. كان بيضغط سيراميكا طول الوقت لحد الدقيقه 70. اول ما الاهلي بطل يضغط سيراميكا هيجيب جونين يكسب 2-1 اخر الماتش شويه. اخر الماتش 2-1. شوف الاهلي المفروض 70 دقيقه ضغط 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 ضغط، ما بيلعبش كوره والكوره معاه عادي، طق 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 اي عادي. بس عمل حاجه واحده من اللي كان بيعملها قبل كده، هي الضغط بس. اللي هو يفضل ضاغط الفرقه، يفضل فاهم الفرقه كلها ضغط، كسب ماتش. مع ان لما رجع لورا كان يخسر الماتش 2-1. مفيش مفيش، مش عجباني كره النادي الاهلي خالص. مفيش متعه مش عاجباك؟ مش عجباني لعب الاداء، الكوره اداء النادي مش الاهلي عاجباك بالاسماء الموجوده بن شرقي وزيزو وتريزيجيه وكل الصفقات دي مش عاجباك؟ كل كتره النجوم دي، كل واحد بيمسك الكوره فيهم. بص كده على اللعب بتاع الاهلي، قول لي ايه ماله اللعب؟ قبل كده كان لعبه الاهلي كان فرقه جماعيه، طق طق طق، وتلاقي كله هو من الهاف بيجري يتحط له. دلوقتي كل لاعب بيمسك كوره في الاهلي مش عايز يسيبها، كل لاعب عايز يفنش الكوره عنده هو. انا احسن لعيب كلهم، انا احسن لعيب، لا انا اللي هعدي من 2 3 واجيب جول، لا انا اللي هفنش الكوره، لا انا يبقى جنبي يبقى رايحين 3 على 2 وانا اعدي، عايز انا اعدي الاثنين واجيب جول، مع ان لو عملت باص كده جول. في راجل حسين الشحات لما نزل الماتش اللي فات عمل 3 جول في ربع ساعه، طق طق. اللي هي عمل اللي المفروض عمل في الدوري المصري حسين الشحات، اللي هو ايه؟ اللي هو كده يرفع وشك وحط باص بس. عمل كورتين جونين. شايفه اتظلم في الاهلي؟ طبعا حسين الشحات مظلوم في الاهلي. بسبب ايه بقى؟ بسبب الاسماء اللي هي كده اسماء دي هي بفلوس عاليه، فهتلعب فركن ابو 5 مليون دولار عشان يركنه في 100. ده هيلعب ازاي؟ ده الجمهور يذبحه. مش كوره طبعا. اوقات حسين شحات مش، لان حسين بقول لك حسين اللي ينفع مع الدوري المصري، طريقه لعب حسين وطريقه لعب قفشه وطريقه لعب، والله العظيم دول اللي ينفعوا في الدوري. مش دول يا ابني اللي خدوا 3 بطولات افريقيا ولا مين؟ هم ولا امي اللي خدتهم ولا لا مين؟ هم والله هم. طيب هم فين دلوقتي؟ بره. مش ده القاضية وده حسين الشحات يا ولد اللي نايم لك الفرق التونسية وعمل؟ مش هو حسين؟ هو وقفشه ده القاضية والباضية والمش عارف ايه، واللي عمل لك جون في النهائي التاني. ما هم دول يا ابني، ما هم قاعدين بره ما بيلعبوش، والناس التانية عمالة تاخد فرص وحشين. طب ارجع كده لاعب الناس دي، غير بقى، هتلاقي الاهلي راكب الدوري فجأة كده. زي السنة اللي فاتت مع عماد النحاس كابتن عماد، برضه كان في 3 4 لعيبة منهم ما بيلعبوش. كابتن عماد راح جاي هوب ملاعب احمد عبد القادر وملاعب مش عارف مين طاهر وحسين وطاهر هوب خدوا الدوري، مع ان الدوري ضايع 100%. ده هم جايبين كابتن عماد بس ايه، خلص معلش الماتشين دول واطلع تاني عشان السنه الجايه نجيب. راح واخد الدوري، او لسه ما اتحسمتش يعني، القرار ما اتحسمش من الاتحاد من الفيفا. بس قصدي بقى راس براس مع كان بيراميدز سابقه بكتير بكتير جابه وخلاه بقى راس براس. فهي دي اللعيبه اللي تنفع في الدوري. تنفع في الدوري.